الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام متتبعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا مرحبا بكم هنا في أول أيام الجولة 13 من بطولة دوري نجوم العراق للموسم الكروي 2025-26. إنها جولة المفاجآت والقمم المرتقبة الزوراء. يفتتح هذه الجولة بإيقافه لسلسلة نادي أربيل وينتصر بهدف مراد محمد، وينتصر ويحقق ويلحق أول هزيمة لفريق نادي أربيل. وفي هذا التوقيت تنطلق قمتين هناك في ملعب ديالى، الشرطة والقوة الجوية في قمة مرتقبة وديربي من ديربي العاصمة بغداد. وهنا في ملعب دهوك صقور الجبال يستضيف البرتقالي نادي ديالى صاحب الانطلاقة القوية والبحث عن نقاط المباراة في مواجهة يترقب من خلالها الفريقين البحث المتواصل عن نقاط المباراة. فريق نادي ديالى صاحب المركز الثامن ب 21 نقطة، 6 انتصارات و3 تعادلات 3 هزائم، بينما نادي دهوك صاحب المركز العاشر ب 17 نقطة. تشكيلة الفريقين: نادي ديالى بقيادة التونسي يامن الزلفاني، بحراسة المرمى وسام محمد، إلى جانب كامل الصالحي، شهاب الصالحي، علي مهاوي، أيمن محمود، علي رحيم ومحمد حسن، مؤيد مصطفى مؤيد وعبد المجيد صفارة، إلى جانب أحمد زامل وأياد عبد فرحان. بينما فريق نادي دهوك يدخل اليوم بحراسة المرمى علي ياسين، إلى جانب الصديق جمال، محمود مشعان، هارون أحمد، سيامند عقيل، وأحمد شويش، وبشير كوركيز، مولي سامبو، يوسف بيسوت، بيتر كوركيز المتألق والذي يقدم عروض مميزة جدا. 6 أهداف لهداف فريق نادي دهوك. من هناك يوسف سعيد الحكم الدولي الذي يدير هذا اللقاء بمساعدة كل من نوار صلاح وحسين محمد علي، وحكم الرابع حسين عاود علي، وحكم للفار ليث فرحان. إذا من هناك الحضور الجماهيري الكبير لأنصار نادي دهوك، نعم يتأملون ويتمنون العودة بذكريات الموسم الماضي والتتويج ببطولة الكأس والتتويج ببطولة دوري أبطال الخليج، نعم والموسم الاستثنائي والمميز الذي قدم الأصفر صقور الجبال نادي دهوك بطل دور النجوم لموسم الكروي 2009-2010 بقيادة باسم قاسم. من هناك وسام محمد حارس المرمى، نعم وسام محمد الذي طبعا لعب 11 مباراة، هذه المباراة رقم 12 كحارس أساسي من أصل 13 مباراة خاضها فريق نادي ديالى في هذا الموسم. نعم هذه المباراة رقم 13 للفريقين. تنطلق صافرة الدولي يوسف سعيد لتعلن عن انطلاقة هذا اللقاء. وهنا في ملعب دهوك، هنا في أحد أجمل ملاعب دور النجوم ومن التحف الرائعة على مستوى الحضور الجماهيري، نعم من الملاعب التي تستضيف المدرجات بأجواء نعم تملأها أجواء صاخبة بهتافات الجماهير وبالحماس والشغف شاهدناها وعرفناها منذ وصول فريق نادي دهوك إلى دور النجوم. عودة في وسط الميدان إلى الخلف لمصلحة فريق نادي دهوك عن طريق خادم رسول السنغالي، نقلها على اليسار. عودة لنادي دهوك قادم من هزيمة بعد 8 مباريات من تعادلات وانتصارات حتى توقفت سلسلة نادي دهوك في المباراة الماضية، نعم في مباراة التاسعة بعد 8 مباريات على التوالي قدم بها أفضل العروض بدون هزيمة حتى خسر في الديربي المثير أمام نادي أربيل المتصدر ب30 نقطة. عودة إلى الأمام، نادي ديالى اليوم يظهر بالقميص الثانوي، نعم القميص الأبيض، وصافرة تأتي من هناك تعلن عن وجود خطأ لمصلحة عناصر نادي ديالى. بولي سامبو يرتكب خطأ في الكرة الماضية، مخالفة، وهذا هو التدخل مع اليمني وعملية الدفع من جانب اللاعب بولي سامبو، وسقوط للاعب عبد المجيد
صبارة اليماني يسقط، يتحصل على مخالفة وعودة من جديد لمصلحة نادي ديال. هناك المدرب مساعد صادق سعدون، وأيضا المدرب التونسي من زلفاني الذي يقدم أداء رائع ومميز حتى الآن. كرة إلى الأمام تلعب لمصلحة نادي دهوك، عملية الاستعادة والتمرير في وسط الملعب، العودة في وسط الميدان، تقدم إلى الأمام لمصلحة عناصر فريق نادي دهوك والبحث عن الهدف الأول، ولكن مصطفى مؤيد وعملية الاعتراض، عودة من جديد لمصلحة نادي دهوك، استعادة من جانب اللاعب محمود مشعان لحارس المرمى علي ياسين. علي ياسين تمرير للسنغالي خادم رسول، والنقل على جهة اليسار للاعب سيامند، عودة من جديد في وسط الميدان عن طريق القائد هارون أحمد، ينطلق إلى الأمام، يبحث ويفتش، يمرر على الجهة اليمنى لبيتر غورغيس، للخطير، للعارف لطريق الشباك، للمميز وصاحب الإنهاء المميز في شباك المنافسين. 6 أهداف سجلها هذا الموسم اللاعب بيتر غورغيس. عودة على اليسار، تقدم في وسط الميدان، محاولة المرور والعبور والنقلة، ولكن عملية الاستعادة وإلى حارس المرمى. من هناك نستمع إلى الطبول، إلى الأجواء الصاخبة، للأجواء الرائعة، إلى الأجواء المميزة التي تصنعها جماهير وأنصار فريق نادي دهوك في هذه اللحظات. موسم استثناء كان الموسم الماضي، التتويج ببطولة دوري أبطال الخليج وأيضا بطولة الكأس على حساب نادي زاخ بركلات الترجيح. هذا هو القائد محمد محسن. عودة لخادم رسول. جمعت الفريقين منافسات قوية وشرسة، وكانت الغلبة والهيمنة لنادي دهوك. نعم، 12 لقاء تاريخيا جمع الفريقين في 6 مواسم، 9 انتصارات لنادي دهوك، انتصار واحد لنادي ديالى، وكان في آخر مواجهة جمعت الفريقين، والتعادل حدث في منافستين. نعم، حدث وساد بموقعتين جمعت الفريقين، وكان التعادل سلبي، تعادلين بنتيجة سلبية. انطلاق على اليسار، محاولة المرور والعبور، عبد المجيد صبارة، والتمرير على جهة اليسار، محاولة عن طريق اللاعب هناك أحمد زامل وإلى خارج أرضية الملعب، تحولت بعد ذلك لرمية جانبية. وهذه الأجواء الرائعة والمميزة هنا في مدرجات ملعب نادي دهوك، هنا في هذا الميدان. نادي دهوك خاض على هذا الملعب 6 مباريات، حقق الانتصار ب3 مواجهات والتعادل مرة واحدة، وتلقى الهزيمة مرتين. ضربة ركنية، أياد عبد الفرحان، محاولة بالراس ولكنها مرت وعادت، لا زالت قائمة حتى الآن لمصلحة نادي ديالى في وسط الملعب، يحاول وينطلق. نعم، نادي ديالى خارج ميدانه في هذا الموسم 7 مباريات خاضها هذا الموسم، 4 انتصارات، تعادل 1 وهزيمتين. سجل 11 هدف نادي ديالى خارج ميدانه، هو أكبر عدد من الأهداف سجلها. نعم، مجموع الأهداف التي سجلت من جانب نادي ديالى في هذا الموسم، سجل خارج دياره أكثر مما سجل على ميدانه. نعم، واستقبل 7 أهداف. عودة على اليمين، محاولة المرور والعبور، يأتي والمحاولة لا زالت قائمة، ولكن عملية الاستعادة من أمام اللاعب سياباند عقيد، والكرة عادت إلى خارج أرضية الملعب، تحولت وطالت إلى رمية جانبية. رمية جانبية، هذا هو مصطفى مؤيد. مصطفى يحاول في الكرة الماضية ويبعدها، لا زالت دفاعات نادي ديالى تبحث عن الطريق نعم، والبحث عن مخرج يؤدي للخروج من هذا طبعا الضغط الكبير الذي يقدمه عناصر فريق نادي دهوك. وفي هذه اللحظات وفي هذه الدقائق رمية جانبية، عودة من هناك لمصلحة اللاعب أيمن محمود. أيمن محمود سجل هدفين هذا الموسم
هذه المباراة رقم 12 لهذا اللاعب، من أصل 13 مباراة لعبها فريق نادي دهوك. عودة في نادي ديالى في وسط الميدان. محاولة، نادي دهوك يبحث عن الطريقة للعبور، يبحث عن الطريق، نعم، والسبيل المؤدي إلى المرمى. عودة على اليمين، محاولة عرضية ولكنها عودة ومتابعة، نعم، تجاوزت الخط وغادرت إلى ضربة مرمى لمصلحة فريق نادي ديالى. نادي ديالى من هناك، نعم، أمام هذا الهجوم الشرس والقوي، تعطش لتسجيل الأهداف. سلسلة مميزة بقيادة عبد الغني شهد 8 مباريات على التوالي بدون هزيمة من نعم حتى الجولة 12. ست انتصارات وتعادلين، والآن خسارة واحد بمجموع 9 مباريات للمدرب عبد الغني شهد، وهو مدربا لفريق نادي دهوك في هذا الموسم. طبعا جاء خلفا للمدرب البرازيلي سيرجيو فارياس ابتداء من الجولة الخامسة وحتى الآن. إحصائيات مميزة. عودة في وسط الميدان لمصلحة نادي دهوك، البحث لنادي ديالى والتمرير من جاري علي رحيم لأياد عبد فرحان مجددا لعلي في وسط الميدان. عملية التمرير، أياد عبد فرحان قادم من التسلل، نعم، كما ذكرنا حالة تسلل على أياد، ادفانتج ومتابعة واستعادة لعناصر فريق نادي دهوك لهذه الكرة. عودة إلى الأمام في وسط الميدان، عملية الاستلام والنقل على الجهة اليسار لمصلحة صقور الجبال، يبحثون ويفتشون. عملية التمرير على اليسار، الكرة خطيرة ولكن متابعة أرضية ولكنها مرت وعادت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية لمصلحة نادي ديالى. هجوم لا زال مستمرا، هجوم حتى الآن برغبة طويلة وقوية لفريق نادي دهوك. حتى الآن منذ بداية اللقاء وب10 دقائق نادي دهوك يفتش ويبحث عن الهدف الأول وعن الوصول وعن السبيل المؤدي إلى مرمى وسام محمد. عودة في وسط الميدان لمصلحة نادي ديالى، محاولة المرور، استعادة وتمرير في وسط الملعب على الجهة اليسار، المحاولة، المرور، العبور، لا زالت قائمة حتى الآن لمصلحة فريق نادي دهوك. محاولة للعبور ولكن استعادة وقطع وتمرير وانطلاقة ونقلات سريعة وثنائية وعملية التمرير الخاطئ من هناك، نعم، تمرير خاطئ واستعادة لهارون أحمد الكابيتانو، اللاعب الذي يمتلك ستايل شبيه بستايل اللاعب برناردو سيلفا النجم البرتغالي ونجم فريق نادي مانشستر سيتي. عودة للأمام، تصويبة تجد الصد والرد من جانب دفاعات نادي ديالى وعملية شن الهجوم على الجهة اليمين، المحاولة للمرور للعبور عن طريق اياد عبد فرحان، المهاري والخطير، المهاري والسريع، المهاري من هناك يحاول المرور والعبور ولكن اعتراض وقطع للكرة الماضية. كريم درويش من هناك النجم المحترف اللبناني، هدفين هذا الموسم وصنع هدف. إحصائيات مميزة لهذا اللاعب حتى الآن. عودة لمصلحة عناصر فريق نادي دهوك في وسط الملعب، عملية التمرير والاستلام على الجهة اليمين لمصلحة اللاعب سيابندا عقيد عن طريق هارون أحمد. هارون بعملية التمرير الرائع والناجح على الجهة المقابلة، عملية الاستلام والمحاولة لنادي دهوك، نقلة في وسط الميدان. أحمد عادل، محاولة الاعتراض من جانب الدفاع، عودة لا زالت قائمة ومن هناك لعلام هاوي، خطأ لمصلحة فريق نادي ديالى. لاعب علام هاوي قادم من نادي النجف، مثل أربيل والجوية الزوراء الشرطة ونادي الكهرباء، أيضا الاحتراف بوابة نادي الباطن هناك في دوري يلو
في الدوري السعودي. عودة من هناك صافرة ومخالفة لمصلحة نادي دهوك على جهة اليمين. مخالفة لنادي دهوك، يرتكب خطأ لاعب عبد المجيد صبارة، اللاعب الذي تمكن من صنع هدفين هذا الموسم، واللاعب الوحيد في صفوف نادي ديالا الذي تحصل على البطاقة الحمراء في هذا الموسم. محاولة تلعب من جانب الدفاع. عودة لا زالت في وسط الميدان لمصلحة عناصر فريق نادي دهوك، نعم، إلى خارج أرضية الملعب. عملية التصويب، ومن هناك الحارس وسام محمد نادي زملاء، وتكلم مع زملاء من هناك. مدرب عبد الغني الشهد قادم من تدريب نادي الزوراء، الرجل الذي توج بطلا لدوري نجوم العراق في موسم 2015، نعم موسم 2014-2015، على حساب القوة الجوية بركلات الترجيح، حيث حصد اللقب الخالد في مسيرة عندليب الفرات. عودة في وسط الملعب، كرة بالراس، عودة في وسط الميدان لمصلحة نادي دهوك، محاولة الوصول والعبور، ولكن من هناك تدخل من جانب اللاعب اياد عبد فرحان. بالنهاية مخالفة لمصلحة نادي دهوك. هو اللاعب اياد عبد فرحان قادم من نادي نفط البصرة، مثل الزاخو، مثل الميناء، في هذا الموسم سجل هدفين حتى الآن. يلعب مباراة ال12 هذا الموسم، سجل هدفين، صنع هدفين في هذا الموسم. ايضا ارقام مميزة لهذا اللاعب المؤثر جدا في تشكيلة وخيارات المدرب يامن زيرفاني. اللاعب احمد زامل من هناك يشكو من اصابة، غادر لتلقي العلاج. لاعب احمد زامل غاب عن التسجيل، قادم من نفط ميسان، مثل زاخو، وايضا نفط البصرة والزوراء والقوة الجوية. عودة في وسط الملعب، عملية النقل على جهة اليمين، محاولة المرور والعبور، ولكن تدخل واعتراض واستعادة عن طريق عبد المجيد، والتمرير محمد محسن، بعد ذلك لمصلحة اياد، المحاولة او علي رحيم، والتمرير على جهة اليمين لمصلحة نادي ديالا، وعملية النقلات الرائعة. هذا ما شاهدناه وهذا ما لاحظناه، وهذا ايضا ما يميز فريق نادي ديالا، هو النقلات السريعة وعملية نقل الكرات بشكل سريع في اثناء الكونتر اتاك والهجمة المرتدة. عودة في وسط الملعب، نقل على الجهة اليسار، تقدم لنادي دهوك، محاولة تصويبة ولكنها مرت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى. وسام حارس المرمى ومن صناع المجد مع فريق نادي ديالا، قادم من نادي الحدود، مثل ايضا نادي النجف. 3 مباريات بشباك نظيفة غادرها الحارس وسام محمد. عودة من جديد، تحولت الى خارج ارضية الملعب لمصطفى مؤيد. مصطفى مؤيد من جديد، عبد المجيد على اليسار يحاول المرور، عملية الافتكاك والقطع والتمرير والنقل السريع من جانب هارون احمد، والنقل على الجهة اليمنى من جانب اللاعب يونس. من هناك يوسف بن سودة اللاعب التونسي الذي يلعب مباراته الثالثة هذا الموسم في صفوف فريق نادي دهوك، سجل في المباراة الماضية في مرمى نادي أربيل. الله على النقلة والوصول والعرضية والمحاولة الرأسية، الله 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 الله، خطيرة جدا لمصلحة نادي دهوك بمحاولة وارتقاء من جانب اللاعب يوسف بن سودة باللحظات وفي الوقت الذي كنا نتحدث به عن الهدف الذي سجل اللاعب يونس في المباراة الماضية في مرمى نادي أربيل في الديربي المثير، وأيضا اللقاء والقمة الكبيرة بين الفريقين.
يوسف بن سودة، عملية الارتقاء والرأسية التي مرت بسلام على مرمى الحارس وسام محمد وعلى مرمى نادي ديالى. عودة إلى الأمام على الجهة اليمين، صدمت وعادت وتحولت إلى رمية جانبية لمصلحة فريق نادي ديالى. عودة على الجهة اليمين، محاولة طالت الكرة وتحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية. هذا هو علام هاوي، أيضا إضافة قوية لصفوف فريق نادي ديالى كعنصر خبرة وتجارب ومحطات مميزة وثرية لدى هذا اللاعب. عودة إلى الأمام في وسط الملعب، هارون يواصل النقلات المميزة والعصف الكروي الرائع بأقدام هذا اللاعب، بأقدام هذا المايسترو الذي كل ما حركت أقدامه ينثر السحر. نعم ينثر السحر ويعزف ويرسم بنقلات مميزة ويجد الحلول دائما. لاعب مميز بعمليات المرور والرأسية. الله الله، ولكن حالة تسلل في الكرة الماضية على عناصر فريق نادي دهوك. الهدف يلغى في هذه اللحظات. عبد الغني الشهد يتساءل وينتظرون الفار. هل هناك لجوء لغرفة الفار؟ نعم، يوسف يتحدث مع ليث فرحان المتحكم بغرفة الفار المتواجد هناك بقيادة الشاشة الصغيرة. نعم. عبد الغني الشهد من هناك، ولكن الفار حتى الآن يعاين، حتى الآن يراجع الكرة والحالة قيد المراجعة والمتابعة في هذه اللحظات. مشاهدينا الكرام والمتابعين في كل مكان، وتتبعي قنوات شبكة الإعلام العراقي والنقل المتواصل والحصري لدوري نجوم العراق. يوسف حتى الآن، يوسف سعيد، والحديث مع ليث فرحان. بالمناسبة يوسف سعيد هذا الموسم 8 مباريات، هذه المباراة التاسعة التي يديرها الحكم يوسف سعيد، 37 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراء وركلة جزاء واحدة. سبق له وأن أدار مباراة لنادي ديالى كانت أمام نادي القاسم في الجولة التاسعة، والانتصار لنادي ديالى ب3 أهداف يقابل لا شيء. بطاقة صفراء فقط واحدة تلقاها فريق نادي ديالى هذا الموسم من الحكم يوسف سعيد، وكانت على اللاعب مصطفى مؤيد في مباراتهم في الجولة التاسعة أمام نادي القاسم. يوسف سعيد حتى الآن وعملية القراءة وعملية المراجعة لحالة الهدف تنتظر جماهير نادي دهوك الخبر السعيد بالتصديق على صحة الهدف، بينما جماهير نادي ديالى ولاعبون نادي ديالى ينتظرون إلغاء الهدف. نعم مشاهدينا الكرام، يلغى الهدف والعودة إلى التعادل السلبي. كان متسللا اللاعب خادم رسول أو لاعب بولي سامبو هو الذي كان متسللا. بولي سامبو في الكرة الماضية السنغالي صاحب الهدفين هذا الموسم، سجل هدفين. بولي سامبو هذا الموسم كان قريب من إضافة هدف ثالث. عودة إلى الأمام، محاولة عملية الاستلام، المراوغة، المحاولة التسديد، يا الله، أي ارتقاء وكنترول وتصويبة قوية من جانبي اللاعب يوسف بن سودة التونسي. حاول، صوب، هدد، والجماهير من هناك تتفاعل وتتفائل أيضا، تتفائل بهدف أول. يوسف بن سودة صوبها، سددها اللاعب القادم من نادي الرفاع البحريني، كانت أيضا له تجربة في دور النجوم من بوابة نادي أربيل. عودة من هناك، ضربة ركنية
لمصلحة نادي دهوك، ترسل عالية، محاولة خطيرة بالراس، لا زالت قائمة خطيرة. الله الله الله، مقصية وإصابة، مقصية وإصابة في الكرة الماضية على اللاعب اياد عبد فرحان. اياد يتلقى نعم مقصية اللاعب وضربة اللاعب في الكرة الماضية جانب اللاعب سيابند. خطأ لمصلحة عناصر نادي ديالا. حتى الآن اياد يشكو من إصابة، يتأثر بهذه الإصابة، يسقط أرضا. بينما جماهير نادي دهوك تتفاعل، تنتظر وأيضا وتبحث عن الهدف الأول، تطالب الفريق بتسجيل الهدف الأول، ولكن ربما في مرماهم الهدف كاد أن يكون، كاد أن يسجل، كاد أن يدون بانطلاقة سريعة قوية، ولكن نعم عن طريق لاعب عبد المجيد صبار اليماني الخطير، انطلق وحاول، ولكن كان هناك سوء تقدير بعملية تصويب الكرة، وأيضا كان متسللا لاعب عبد المجيد صبارة قادم من نادي الوحدة صنعاء اليماني. عودة للأمام، نقل على جهة اليمنى، مجهولة هي إلى خارج أرضية الميدان، تحولت وطالت إلى رمية جانبية لمصلحة نادي دهوك. نادي ديالا سجل في أول ربع ساعة 4 أهداف، وهو الوقت المفضل لنادي ديالا حسب إحصائيات هذا الموسم، لكن حتى الآن يغيب. بينما نادي دهوك سجل هدفين في أول ربع ساعة و3 أهداف في أول نصف ساعة. لكن الوقت المفضل لنادي دهوك لتسجيل الأهداف هو في أول نصف ساعة من شوط المباراة الأول أو الشوط الثاني، من أول نصف ساعة من شوط المباراة الثاني هو الوقت المفضل والمحبب لنادي دهوك الذي سجل من خلال الفريق 5 أهداف هذا الموسم. عودة للأمام، نقل على جهة اليسار، حاولت الوصول والمرور ولكن تحولت وإلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية لمصلحة عناصر نادي ديالا. الأنصار حتى الآن والهتافات مستمرة، وعبارات الدعم والمؤازرة والتشجيع مستمرة في مدرجات ملعب اللقاء. عودة للأمام، متابعة من دفاعات نادي دهوك، عودة في وسط الميدان، أيضا هناك رغبة قوية لفريق نادي ديالا لتسجيل هدف المباراة الأول على الرغم من سيطرة واضحة واستحواذ وحيازة للكرة على الكرة من جانب عناصر فريق نادي دهوك. عرضية من هناك، محاولة للراس، ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. كانت محاولة للضربة الرأسية ولكن مقصية بعيدة عن طريق اللاعب كريم درويش 27 سنة اللبناني، بطولة الكأس الموسم الماضي توج بها، وأيضا بطولة الدوري أبطال الخليج مع نادي دهوك، قادم من نادي العهد اللبناني، قد أبرز من أقطاب الكرة اللبنانية. أيضا كرة إلى الأمام للخلف، عادت لعلي ياسين وعملية التمرير والنقلة على جهة اليسار، محاولة علي ياسين من هناك في وسط الميدان، التمرير ولكن لم تصل لبولي سامبو. عودة من جديد، عودة إلى الأمام، محاولة مراوغة تقدم وفي وسط الميدان، وعملية النقل والإرسال والنقل والتمرير من جديد. عودة أمامية في وسط الملعب عن طريق اللاعب مؤيد خالد، والنقل على جهة اليمنى، طالت الكرة وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، بعيد على اللاعب علاء مهاوي، تقدها وعادت على اليسار.
من جديد لعناصر نادي دهوك، محاولة للوصول والمرور ولكن صدام حاصل ومخالفة لنادي دهوك، وفي مكان خطير وفي مكان قريب، والاعتراض من عناصر فريق نادي ديالا. ومن هناك يوسف سعيد حتى الآن، والقياس لهذه المسافة ولوقوف الحائط البشري المتمثل بعلي رحيم وأحمد زامل وأيضا لاعب أيمن محمود في هذه اللحظات لمواجهة هذه الكرة الثابتة لعناصر نادي دهوك في هذه الدقائق والمحاولات. محاولة مشاهدينا الكرام، والتصويبة تصطدم بالحائط البشري. عودة من جديد نقلة على الجهة اليمنى، لا زالت قائمة حتى الآن عملية التمرير والمحاولات والوصول المستمر، العرضية من هناك، ولكن وسام محمد بعملية اصطياد والتقاط الكرة الماضية. وسام محمد كرة من جديد، سلام للحارس وسام محمد، يشكو من إصابة كما ذكرنا 3 مباريات كلين شيت. نادي دهوك بطل دوري النجوم موسم 2009-2010 بهدف خالد مشير دقيقة 82 على حساب نادي الطلبة بقيادة باسم قاسم. هناك الحارس البديل علي فيصل في عمليات الإحماء والاستعداد. كانت هناك إصابة قوية وبليغة. نعم، تتطلب مغادرة اللاعب، تدفع باللاعب المغادرة، لكن حتى الآن ننتظر، حتى الآن نتابع التوقف مشاهدينا الكرام بتعادل سلبي يغيم على أحداث هذا اللقاء في أول نصف ساعة. ولنبحر بعملية بحث عن الارشيف وبصفحات الماضي، لأن أول لقاء جمع الفريقين كان في موسم 98-99، والانتصار كان لحساب نادي دهوك بهدفين مقابل هدف وحيد. أول تعادل حدث كان في أيضا ذات الموسم في مباراة الإياب، التعادل السلبي هو أول تعادل. آخر 3 مباريات بين الفريقين لم تشهد التعادل. انتصارين لدهوك، انتصار لنادي ديالا. التعادل كان في آخر أو قبل 3 مباريات في موسم 2011، نعم موسم 2010-2011 ملعب ديالا، والتعادل السلبي الذي غيم على أحداث المباراة. استئناف للعب وعودة لحارس المرمى وسام محمد، واستئناف للمباراة، عملية التمرير وإلى الأمام في وسط الملعب. عودة لنادي دهوك، محاولة عملية النقل والاستلام للاعب مصطفى مؤيد. مصطفى والعودة على اليسار من جانب اللاعب عبد المجيد صبارة يحاول عبد المجيد ويجد الاعتراض والدفاع الصامد والمدافع الكرة الماضية. رمية جانبية، عودة من هناك تلعب أمامية، محاولة طبعا من جانب الدفاع هارون أحمد، عملية النقل في وسط الميدان. عودة لنادي دهوك، نقلة على الجهة اليمنى، محاولة الانطلاق والمرور، ولكن لا زالت عملية الاستعادة الرائعة جانب اللاعب أيمن محمود. استعادة قطعها، لا ممتاز
إمكانيات دفاعية مميزة، وأيضا عملية تسجيل الأهداف والإناث. سجل هدفين في هذا الموسم. عودة إلى الأمام، العرضية الإبعاد من جانب الدفاع، لا زالت علي رحيم أبعدها وتحصل على مخالفة في هذه اللحظات اللاعب علي رحيم. مخالفة اللاعب علي رحيم في هذه اللحظات، يسقط، يتأثر، يشكو من إصابة. قادم من نادي أربيل، مثل نادي زاخو، مثل أمانة بغداد، مثل الزوراء والنفط والصناع، كانت لديهم محطة احترافية واحدة مع فريق نادي الأهلي الأردني. توج مع الزوراء ببطولة الدوري 2018، بطولة السوبر 2021. استئناف للعب والعودة من جديد. حدثت توقفات وإصابات، ولا نستبعد هذا. قوة المباراة وأهميتها للفريقين من أجل أن ترميم رصيد النقاط، ترميم النتائج، الانكسارات، الحصول على أكبر عدد من النقاط. مباراة مهمة جدا للفريقين. دوك المركز العاشر في المراكز الدافئة والبعيدة عن زحمة البقاء والهبوط، بينما فريق نادي ديالا المركز الثامن، وهو من المراكز المميزة التي يصل إليها الفريق. وعلى ذكر المراكز المميزة، يعتبر أفضل المراكز والمواسم لفريق نادي ديالا الحصول على المركز السابع في موسم 99. المشاركة 16 فريق حصد في موسم 98-99 المركز السابع ب 42 نقطة، ب10 انتصارات، 12 تعادل و8 هزائم. سجل 37 واستقبل 49. عودة إلى الأمام، محاول الوصول ولكن إلى خارج أرضية الملعب، تحولت وطالت إلى رمية جانبية. مصطفى مؤيد أبعادها، ولمصلحة اللاعب سياباد عقيد على الجهة اليمنى، محاولة عن طريق اللاعب بيتر جورجيس، ولكن تحولت الكرة إلى خارج أرضية الملعب. 10 دقائق متبقية على نهاية الشوط المباراة الأول. مشاهدينا الكرام والمتابعين، في هذه اللحظات وحتى الآن فريق نادي هوك يستحوذ ويحاصل، نعم، والأكثر حصولا على الكرة، يستحوذ وبحصيلة مميزة وحيازة مستمرة، بينما نادي دوك يبحث حتى الآن بروح شجاعة وقوية، بعناصر، بأسماء، بجمهوره، وأيضا بذكريات الرائعة والمميزة التي عاد من خلالها إلى دور النجوم. ضربتين ركنيتين لفريق نادي دوك مقابل ضربة ركنية واحدة تحصل عليها نادي ديالا. عودة في وسط الملعب، عودة من جديد وسط الميدان، نقلة على الجهة اليمنى، محاولة الوصول والعبور، ولكن عملية الاستعادة والتمرير في وسط الملعب لمصلحة عناصر فريق نادي ديالا. تمرير على الجهة اليسرى، متابعة حاضرة من جانب نادي دوك والعودة وعملية الاستلام والاستعادة والنقل لمصلحة دفاعات الأصفر، لدفاعات الصقور. عودة إلى الأمام على اليسار، عملية الاستلام، التمرير، العرضية، ولكن سهلة وصلت عند حارس المرمى. نقلة إلى الأمام بالراس في وسط الميدان. حتى الآن جماهير نادي هوك في قلب الموقعة يهتفون، يؤازرون ويتفاءلون بهدف المباراة الأول. والعودة من هناك، محاولة من جانب بيتر والمراوغة والمرور، العبور، الدخول، التسديد، التسجيل. الله! أي مرور، أي عبور، أي دخول، أي تصويب، أي فرصة ضائعة لفريق نادي هوك. يقتحم دفاعات نادي ديالا، يقتحم ويدخل ويصوب من هناك لاعب بيتر جورجيز. إنه الخطير كما ذكرنا، إنه الخطير
كما ذكرنا نعم صاحب 6 أهداف في هذا الموسم. هذه الكرة، هذا المرور، هذا العبور والتصويبة أيضا. نعم من هناك القائم يتصدى، القائم يتضامن مع فريق نادي ديالا ويمنع ويتصدى لكرة بيتر جورجيس قادم من نادي مالمو السويدي. كانت لديه أيضا فرصة لتمثيل نادي أوربيرو السويدي أيضا، ودوغافوش نادي برايتون الإنجليزي أيضا في فترة من الفترات توج مع نادي مالمو السويدي في طبعا بطولة الدوري السويدي موسم 2020-2021. يوسف بيسوتا في هذه اللحظات يتابع، يشاهد، يعاين ويغادر مصابا بكرة الماضي. حتى الآن أكثر من 5 إصابات، أكثر من 5 سقوط، طبعا أكثر من 5 سقوط، عملية سقوط شاهدنا في هذه المباراة، سقوط مطول أيضا، سقوط طويل تطلب تدخل الفريق الطبي لإسعاف اللاعبين، هذا بسبب التدخلات البدنية بين اللاعبين وأهمية المباراة كما ذكرنا للفريقين، وهذا ما يدفع اللاعبين بالتدخلات البدنية وتقديم أفضل ما لديهم للحصول على الكرة، وتقديم أفضل ما لديهم أيضا للحصول على نقاط المباراة. حتى الآن المباراة التي يغيم التعادل السلبي على مجرياتها، عودة إلى الأمام، متابعة من جانب دفاعات نادي ديالا في وسط الميدان، نقل على الجهة اليمنى، لم تصل الكرة والمتابعة الحاضرة، عودة في وسط الملعب من هناك والاستعادة لنادي ديالا، استعادة لنادي ديالا، تمرير في أقصى اليسار، طالت الكرة وعادت وانتهت من هناك بأحضان الحارس علي ياسين. علي ياسين، هارون أحمد، هارون إلى الأمام، يحاول يمرر، ينقلها، متابعة حاضرة من جانب الدفاع وإلى خارج أرضية الملعب، لم تمر، لم تغادر بعملية الاستعادة من دفاعات ولاعبو فريق نادي دهوك. عودة لنادي دهوك، محاولة تقدم إلى الأمام بعد 11 مباراة، 9 انتصارات لدهوك وتعادلين. فتش فريق نادي ديالا عن تحقيق الانتصار وحقق في آخر مباراة، نعم في آخر مباراة جمعت الفريقين بعد عجز نادي ديالا عن تحقيق الانتصار على حساب نادي دهوك. السيطرة وصقور الجبال، 9 انتصارات وتعادلين حتى جاء الانتصار الأخير في آخر مواجهة جمعت الفريقين، انتصار في 1 يونيو عام 2025 ولحساب الجولة 24 وفي استاد المدينة الدولي. حقق نادي ديالا انتصار بهدفين مقابل هدف وحيد. سجل نادي ديالا الثنائية التقدم سجل عن طريق أيمن صفاقسي من علامة الجزاء، ثم أدرك التعادل سيابا عقيد دقيقة 82، ثم جاء اللاعب علي السجاد ليسجل في الدقيقة 82 أو 88 في وقت قاتل وأخير، سجل هدف الانتصار. المباراة التي شهدت ظاهرة غريبة ربما نادرة الحصول، وتسجيل لاعب إبراهيم غازي لاعب نادي دهوك 3 أهداف تم إلغاء، هدفين بسبب حالة التسلل وهدف واحد بسبب لمسة يد. عودة للأمام في وسط الملعب لعناصر نادي دهوك من جديد في وسط الميدان، عملية النقل والمتابعة والبحث المتواصل عن الهدف الأول، وفي أقل من 5 دقائق تفصلنا على نهاية شوط المباراة الأصلي والأول، الوقت الأصلي شوط المباراة الأول. سنتابع ونعاين، سننتظر ونشاهد.
بينما جماهير نادي دهوك محاولة التأثير على لاعبي فريق نادي ديالا وعلى حارس المرمى أيضا. عودة إلى الخلف، عودة لنادي دهوك، نقل على جهة اليمين، تقدم إلى الأمام، عملية الاستلام والتسليم من جانب هارون. هذا هو ضابط الإيقاع في وسط الميدان، في وسط الملعب، وعملية النقلات الرائعة التي يقدم هذا اللاعب، عرضية، عملية انسلام، ولكنها طالت تحولت ومرت إلى خارج أرضية الملعب. يغادر اللاعب يوسف بن سودة المحترف التونسي، 3 مباريات لعبها هذا اللاعب مع الفريق، مع مباراة اليوم. وعلى عباس القناص والعارف لطريق الشباك يشارك في هذه اللحظات. عودة في وسط الملعب، تدخل واضح في الكرة الماضية من جانب اللاعب أحمد عادل، عملية العرقلة للاعب أحمد زامل. أحمد عادل يرتكب خطأ، قادم من نادي الروان، كانت له فرصة بتمكين نادي الروان في الدوري طبعا في الدوري الفرنسي، دوري الدرجة الثالثة الفرنسي. مثل أيضا نادي أورليان في الملاعب الفرنسية. حصل على البطاقة الصفراء في هذه اللحظات، بطاقة صفراء. أحمد علي، نعم أحمد علي يتحصل على بطاقة صفراء في هذه الدقائق مشاهدينا الكرام. وعلى ذكر البطاقات الملونة هذا الموسم، نادي دهوك 25 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة، بينما نادي ديالا 24 بطاقة صفراء وحمراء واحدة أيضا. أرقام طبعا متشابهة متقاربة بين الفريقين تقريبا على مستوى البطاقات الملونة. استئناف للعب، يقول يوسف سعيد مشاهدينا الكرام والمتابعين في كل مكان. التعادل السلبي يغيم على أحداث الموقعة حتى الآن. التعادل السلبي في هذه اللحظات لا زال سائدا ومسيطرا. انتهى الوقت الأصلي، نعم، و6 دقائق كوقت محتسب بدلا للضائع لتعويض ما مضى وتعويض ما فات من دقائق. نعم، دقائق مرت بسبب التوقفات الكثيرة، بسبب التوقفات التي طرأت على المباراة. عودة في وسط الملعب، أحمد على الجهة اليمنى، عملية الوصول، الاستلام، بيتر كوركيس، التمرير على اليمين. الله على التمرير الرائع خارج القدم. نعم مشاهدينا الكرام، بتمريرة مميزة ذهبت صوب اللاعب كريم درويش، ولكنها كانت سريعة بعض الشيء، وكان أقرب الحارس، أقرب هي على الحارس وسام محمد. ضاعت فرصة الهدف الأول. عودة لنادي ديالا والطموح والشغف الكبير لدى فريق نادي ديالا لتسجيل هدف المباراة الأول. عودة في وسط الميدان، العودة بالكعب مررت ولعبت وعادت، وفي وسط الميدان لمصلحة نادي دهوك. صافرة وخطأ، مخالفة في هذه اللحظات
هذا هو علي رحيم، أيضا من عناصر الخبرة التي عزز من خلالها صفوف فريق نادي ديالا. تدخل في الكرة الماضية ومخالفة لاعب كريم درويش اللاعب اللبناني. عودة للأمام، نقلة وعملية الاستلام لهارون أحمد. هارون والنقل والتمرير والمحاولة والتمرير السريع، انطلاقة سريعة من جانب اللاعب بولي سامبو، ولكن السنغالي يتدخل. وفي الكرة الماضية نعم مرت الكرة الماضية لخارج أرضية الملعب. بولي سامبو تابع في الكرة الماضية، وهذه الكرة الماضية والصافرات لاعب بولي سامبو السنغالي 27 سنة. هذا اللاعب قادم من نادي قونيا سبور التركي. مثل ايضا اندية كالكاهر سيرجان وسانيوروفا سبور. ايضا في الملاعب العربية احترف مع فريق نادي الوداد الرياض المغربي. عودة للأمام، وصلت وعادت ومتابع حاضرة من جانب الدفاع. عودة من جديد، عودة من جديد، من هناك تنقل على جهة اليسار. تقدم إلى الأمام لنادي دهوك، يبحثون يتقدمون يفتشون عن الهدف الأول، ولكن استعادة ولا زال حتى الآن بحيازة مستمرة لعناصر نادي دهوك باستحواذ ونقلات مستمرة. حيازة رائعة للكرة والتفتيش عن الهدف الأول، أكثر وصولا إلى المرمى. ولكن نادي ديالا أيضا خطير بهجمات المرتدة، أيضا خطير بكرات المميزة. عودة على جهة اليسار، تحولت بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. تحولت إلى خارج أرضية الملعب. لاعب شهاب الصالحي تألق هذا الموسم في 10 مباريات يلعبها هذا اللاعب، أيضا كلاعب أساسي لا يستغني عنه المدرب يامن الزلفاني. عودة في وسط الملعب، عملية التمرير، الاستعادة عند دفاعات فريق نادي دهوك، والتفتيش عن الهدف الأول لا زال مستمرا، لا زال قائما، لا زال حاضرا. كرة إلى الأمام من هارون أحمد، تمرير للاعب أحمد علي، ولكن استعادة من جانب دفاعات نادي دهوك أو لنادي ديالا. عودة لنادي ديالا، نقلات مستمرة، نقلات على الجهة اليمين، نقلة وانطلاقة وإلى الأمام، يبحثون يفتشون في وسط الميدان. عودة لنادي ديالا من جديد، نقلات مستمرة والطموح والشغف الكبير لدى فريق نادي ديالا لتسجيل هدف أول. عودة على الجهة اليمنى، يحاول ويمرر، لا زالت قائمة حتى الآن. وفي وسط الميدان العودة إلى الخلف، نقل على جهة اليسار، طالت الكرة وعادت نعم ومرت إلى خارج أرضية الملعب. الدقيقة الإضافية الأخيرة التي نعيش على أنغامها، نعيش في مجرياتها ولحظاتها وأجزائها. عودة للأمام لمصلحة فريق نادي دهوك. تقدم هارون، يبحث من هناك هارون أحمد، تمرير على الجهة اليسرى، نقلت مررت أرسلت، عملية الاستلام والتمرير. عودة في وسط الميدان، نقلة في وسط الملعب رائعة وسريعة، ولكن سهلة وسريعة، وصلت قريبة على حارس المرمى وسام محمد. تعرض لإصابة وسام في بداية اللقاء، ولكنه أصر على إكمال المباراة، أصر على متابعة المسير. عودة في وسط الملعب، عودة إلى حارس المرمى، ومن خلالها مشاهدينا الكرام صافرة حكم اللقاء يوسف سعيد تعلن عن نهاية الشوط المباراة الأول بالتعادل السلبي نعم بين فريقي دهوك وضيفه ديالا. مشاهدينا الكرام لا تذهبوا بعيدا، الإثارة والمتعة تؤجل وتحسم في فصل آخر. دمتم بخير.
وتصل بالتقدم عند اللاعب مناف يونس. مناف، لكن هنا التقدم للقاسم. الله، هنا العبور وهنا المرور، ومحمد علي يفتتح التسجيل. البداية للجريح أسد بابل يزأر هنا بالنجف، بملعب النجف الدولي، والبداية لأبناء بابل رغم الظروف، رغم الصعاب، رغم المحن، رغم كل شيء. نعم 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 نعم، يأتي أول أهداف المباراة بخطأ يكلف الكثير، غلطة الشاطر بلف، ويأتي هدف اللاعب الشاب. نعم، محمد علي يسجل أول أهداف المباراة. شاهدوا هذا الأسيست الجميل بعد المرور، وهنا نعم يخطف الكرة بخطأ من المدافع مناف يونس، أعطى كرة على طبق من ذهب للاعب محمد علي يفتتح التسجيل، يقود فريقه بأول أهداف المباراة. الهدف الأول للجريح لنادي القاسم، يفعلونها كما تعودنا على هذا الفريق، دائما ما يكون حاضر أمام الأندية الجماهيرة بأقصى ظروفه. التقدم يا أحمد، يحاول الوصول للمواس، عدى يا ناس، هذا العقيد، مر المواس. الله 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 الله، هذا محمود المواس، هذا هو العقيد يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس، هذا هو محمود المواس. ماذا هناك؟ نعم بعد التدخل، هل هناك نعم تسلل أم لا؟ شاهد مرور المواس بهذه الإعادة، وهناك كانت راية من المساعد لتحرم المواس من هدف التعادل. أن أشار الحكم المساعد بأن هناك راية وتسلل. حكم المباراة، نعم 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 نعم، يأتي هدف المباراة، ونعم الهدف الشرعي لمحمود المواس. من محمود تأتي العرضية، كرة بالراس، هذا الثاني، هذا الثاني. الله يا أحمد فرحان، هذا هو الفنان الذي غاب عن الملاعب لفترة، وعاد برقصته الشهيرة بأن يسجل الهدف الثاني في المباراة. تعزف القيثارة أوتارها بسيمفونية التقدم، بلحن القيثارة الجميل، بلحن القيثارة الذي غاب نعم لعدة جولات متتالية عن الأهداف الرائعة. واليوم أحمد فرحان يعود 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 من بوابة نادي القاسم هنا بملعب النجف. هذا اللاعب الذي احتدنا عليه في المواسم الماضية يكون من المميزين الذين يسجلون الأهداف الجميلة. دخل مع الكرة في المرمى وسجل ثاني أهداف اللقاء. شاهد أحمد فرحان، هو الفنان، هو الفنان، يضيف الهدف الثاني في المباراة لنادي الشرطة، لتصبح النتيجة بهدفين مقابل هدف لأندية دورينا. لا نريد أن نراها أن تكون بهذا الحال. وصلت كرة تقدم، هنا الثالث. الله يا أتيبة، يسجل ثالث أهداف المباراة. نعم، أمام الجريح نادي القاسم، وأتيبة الكاميروني يعلن عن ثالث أهداف المباراة، حزنا على ذرف الدموع يذرفونها لاعبين نادي القاسم، الفريق الذي ينهار تماما بعد أن جاء الهدف الثالث، والذي كان ينافس منذ الدقائق الأولى من أجل الوصول، من أجل أن يكون صامدا، ومن أجل أن يعود في المباراة. لكن هذا الأسمراني قد عمقت جراحات، قد عمقت جراحات بأسد بابل. هو جريح، ولكن رمح هذا الأسمراني الكاميروني نعم قد أصاب قلوب المحبين، قد أصاب قلوب جماهير نادي القاسم بهدف ثالث. قاسي قاسي يا أتيبة قاسي، ويسجل الهدف الثالث بالمباراة من الأسمراني. نعم، وضعها في الشباك ليعلن عن ثالث أهداف المباراة. متقدمة وتسعى من أجل الوصول وتسجيل الهدف الرابع. المرور عند اللاعب أحمد فرحان، هذه المرة للسنغال. أوه، فعلها مرة أخرى
فعلها مرة أخرى. نعم يفعلها ليونيل أتيبا ويعلن عن رابع أهداف المباراة. هذا لا يرحم، هذا لا يتعاطف، هذا لا يتعاطف ليونيل أتيبا ويسجل الهدف الرابع في المباراة. نعم أي قلب تحمل يا ليونيل أتيبا، فعلتها وسجلتها في المرمى لتعلن فيها عن رابع أهداف اللقاء. هنا الهدف الرابع لنادي الشرطة عن البديل، هو لا يتهاون ولا يتعاطف، كأنه يرد ويقول لا، لن نتهاون في كرة القدم، لن نتهاون في كرة القدم. جئنا من أجل الانتصار، جئنا من أجل تعزيز التقدم بالأهداف والنقاط، ونفعلها الآن ونسجل رابع أهداف المباراة. هذه بتقدم اللاعب محمد داود، انقطعت يا محمد، وهنا تصويبة السنغالي. أوه عند اللاعب دومينيك ماندي يعلن عن الهدف الخامس في المباراة من السنغالي، يأتي من الخلف يصوب بقوة ويسجل خامس أهداف المباراة، خامس أهداف المباراة عند السنغالي، يسجل الهدف الخامس بعد تلك المحاولة التي مضت. شاهد هذه الإعادة للهدف الجميل من اللاعب دومينيك ماندي. لكن هنا التقدم من عبد المجيد أبو بكر لأحمد فرحان، وهذا السادس الآن، الهدف السادس الآن لنادي الشرطة. نعم 6 أهداف بسداسية، الشرطة يضربون وأحمد فرحان لا يحتفل، بالفعل لا يحتفل أمام فريق منهار تماما، أمام فريق منكسر، أمام فريق نعم لا زالت الحسرة واضحة والدموع نعم أغرقت العيون بهذه المباراة، بهذا اللقاء. بالفعل 6 أهداف هي قاسية. يا نادي القاسم، بحسرة وبخيبة أمل كبيرة أن تكون 6 أهداف أمام فريق الشرطة، فريق صعب، وأنت تدخل هذه المباراة نعم مثقل بجراحاتك، مثقل بالهموم، مثقل بكل شيء. فريق حتى امتنع من الوحدات التدريبية بأن يقدموا ما لديهم، وهو الفريق المنهار. ويأتي الهدف السابع، الهدف السابع في المباراة، الهدف السابع يا سادة يا مشاهدين، الهدف القاتل والقاضي لآمال وعودة الفريق. هذا الهدف الذي جعل نادي القاسم ينهار، والنتيجة الأكبر في دورينا، هذه النتيجة الأكبر في دورينا. وألف حسرة واضحة من الدكتور حسن. هذه 7 أهداف، وشريف يعتذر لعدم احتفاله بعد تسجيل الهدف السابع في المباراة. خابت الآمال وخابت الظنون لمن كانوا يشاهدون وينتظرون بأن يعود نادي القاسم بعد هذا الهدف القاسي، الهدف السابع في المباراة. 7 أهداف، نتيجة ثقيلة، نتيجة بالفعل قاسية جدا. المولدوف من دولة مولدوف على اليمين، محاولة عرضية، الله الله الله، وكل ما زاد التحدي وزادت المنافسة. يظهر شيرزود ليقود الإمبراطور إلى منصة التتويج. شيرزود تيميروف، وبتمريره وبانطلاقه، من هناك يمر من أمام الدفاعات، يخدع دفاعات الموصل، تخترق الدفاعات الحمراء على الجهة اليمين، وبعرضية وبمساندة رائعة بدأت من علي الشاخوان ومررت نعم عن طريق علي لمصطفى قابيل، والتمرير والإنهاء والهدف الأول للإمبراطور بكرة سليمة لا وجود لحالة تسلل. المتابعة الرائعة ليودعها في شباك مهدي هاشم، معلنة عن أول أهداف المباراة، عن أول أهداف المواجهة عن طريق تيميروف. نعم بركلة جزاء
يتحصل عليها نادي أربيل. للثاني لشيرزود. نعم نعم نعم، الثاني لمصلحة أربيل، وهو الهدف رقم 11 لشيرزود. من خلالها يضرب عصفورين بحجر، يرتقي ويصدق على الانتصار، ويرتقي بجدول الترتيب، ويرتقي هو شخصيا بجدول الهدافين بترتيب هدافي الدوري. إنه القناص الأوزبكي شيرزود تيميروف يواصل هذا التألق، يواصل هذا الإبداع، يدون الهدف الشخصي الثاني في هذا اللقاء، والهدف الشخصي 11 في منافسات بطولة الدوري. يبتعد أكثر، يرتقي أكثر بجدول ترتيب الهدافين وبجدول ترتيب الدوري. أربيل يقبض على الصدارة، أربيل لا زال في قمة الترتيب. يضح على اليسار، يضح بدقة متناهية، يضح من هناك بعيدة على حارس المرمى. والتمرير هذا ابراهيم توميو، الوصول الاول مطالبة لكن لا زالت خطيرة. جول 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 اول للنوارس، الزعيم يسجل اول اهداف اللقاء. الله 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 الله، كاظم رعد بعدما فعلها بأول اللقاءات وسجل هنالك أمام الطلبة، اليوم يسجل أول أهداف الزوراء بالدقيقة 5، يبصم على أول أهداف النوارس، أول أهداف النوارس. نوارس والملاعب تشهد لنا، نطير الفوق ما ننزل ترى احنا. هكذا هو الزعيم، هكذا هو الزوراء. بدأها بداية قوية، شوف كيف بدأت، انطلق كرر نبيل إلى إبراهيم توميو اللي صوب، غيرت مسارها، هنا وجد المساحة، هوب هدف أول، هدف أول للزوراء. بداية مباغتة، بداية مفاجئة على فريق نفط ميسان، وكاظم رعد ما كذب خبر وسجل أول أهداف المباراة. الدقيقة 5 كانت كفيلة لأن نشاهد الهدف الأول بهذا اللقاء، وبذلك كاظم رعد هو من سجل هذا الهدف. احتفل على طريقته الخاصة بصورة جميلة، نعم في غاية الهدوء، في غاية الهدوء. يدون اللاعب على سعد هدف التعادل بشباك الزوراء، هدف مقابل هدف بعدما سجل كاظم رعد للزوراء. الآن سجل اللاعب على سعد هدف التعادل، هدف التعادل. فرحة الدكة من لاعبي نفط ميسان، وبذلك الآن هدف مقابل هدف. دورة من هذه المسافة، حسين فلاح يمرر الآن، تعود لحسين فلاح، عالية الكرة، ثاني ثاني ثاني، جول ثاني ثاني للزوراء. الله 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 الله، ومن غير النيجيري هنا، النيجيري ابراهيم توميو يسجل ثاني اهداف الزعيم. تكلم التاريخ، حضر الزعيم، سنعود سنعود، فنحن التاريخ الجميل. ابراهيم توميو نعم يعرف طريق المرمى، ورأسية جميلة جميلة باغت من خلالها حسن نجم، عرضية من حسين فلاح، الرأسية والهدف الثاني للنوارس، هدف ثاني للزعيم برأسية ابراهيم توميو. توميو اللي سجل امام القاسم، نعم هنا يسجل مرة اخرى بهذه الجولات، وبذلك يعلن التقدم لفريق بشباك الموصل. يشارك الآن، الله 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 الله، وصلت الفرصة لذو الفقار عبد، شارك أساسيا لأول مرة ويسجل هدف التعادل. الله 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 يا فرسان، الله يا فرسان المملكة، أبناء ميسان والعمارة واللهجة الجنوبية الجميلة. الله يا ذو الفقار عبد، نعم استحق هذه الفرصة من الشاطر حسن أحمد وسجل هدف التعادل بهذه اللحظات. شوفها بدأت من كريست كوفاما من الطرف الأيسر، داود استلمها الآن وانطلق الآن وحاول الآن، والعرضية والرأسية. يا الله يا الله يا ذو الفقار، يا ذو الفقار،
بدأت من كريست كوباما إلى ديمي داوود والعرضية. تسجيل الأهداف، ولكن غابت وانتهى فصل المباراة الأول بتعادل سلبي بقيادة الحكم يوسف سعيد. نعود إلى فصل المباراة الثاني مشاهدينا الكرام في مباراة مهمة للفريقين من أجل حصد نقاط، من أجل الارتقاء في جدول الترتيب، ومن أجل ترميم رصيد نقاطهم. الفريقان يسعيان لحصد انتصار في هذه المنافسة، في هذه المباراة المرتقبة أيضا في جولة القمم والمباريات القوية. مشاهدينا الكرام ومتابعين قنوات شبكة الإعلام العراقي، انطلقت صافرة يوسف سعيد وعاد بنا إلى فصل المباراة الثاني. طبعا تغيير لفريق نادي هوك في شوط المباراة الأول، مغادرة اللاعب يوسف بن سودة نعم المحترف التونسي، ودخول اللاعب على عباس. عودة على اليسار، محاولة إلى خارج أرضية الملعب، تحولت وطالت رمية جانبية. نادي ديالا تعود من جديد الكرة على جهة اليسار لنادي ديالا برمية جانبية، لعبت من هناك ومن هناك وصلت وعادت من جديد. محاولة عن طريق اللاعب مصطفى، وعلى اليسار لا زالت عمار داخل الوافد الجديد لفريق نادي ديالا من فريق نادي القاسم. عرضية إلى خارج أرضية الملعب، تحولت وإلى ضربة مرمى. نادي ديالا قادر للتعادل في ميدانه مع نادي الزهراء 1-1 يوم الثلاثاء الماضي. عمار داخل شارك في هذه اللحظات. بديلا للاعب محمد أو مصطفى مؤيد، عودة في وسط الميدان، عملية النقل على الجهة اليمنى، طالت الكرة وإلى خارج أرضية الملعب، تحولت بعد ذلك إلى ضربة مرمى. تعادل 1-1 قاب قوسين من الهزيمة الجولة الماضية أمام الزهراء، ولكن كامر الصالحي أدرك التعادل قبل 10 دقائق من صافرة النهاية. أما نادي هوك قادم من خسارة 2-1 أمام نادي أربيل ملعب فرنسي وحريري أيضا يوم الثلاثاء. خسر في الدقيقة الأخيرة بهدف كيلان لقمان أمام المتصدر نادي أربيل. عودة في وسط الملعب، عملية الاستلام، قطع واستخلاص وانطلاقة في وسط الملعب، ومن هناك استعادة والصافرة تأتي. المخالفة على لاعب محمد محسن، القائد يرتكب خطأ. يرتكب خطأ في هذه اللحظات. هذه الكرة الماضية من جانب اللاعب محمد محسن، والاستئناف يأتي والعودة من جديد. نقل على جهة اليسرى، هارون أحمد، هارون في وسط الملعب، عملية الاستعادة والتمرير، نقلة إلى الأمام لمصلحة نادي هوك. نقلات مستمرة ورغبة كبيرة وقوية لصقور الجبال للوصول إلى مرمى وسام محمد ولإدراك هدف الأسبقية. فسيصلون، هل سيسجلون؟ كرة إلى الأمام، عودة، تمريرة وصلت، لا زالت قائمة حتى الآن على الجهة اليمين من بوريس ساندو، على الجهة اليمنى المحاولة العرضية، يا الله لم تكتمل مقصية على عباس. وهذه كرات المفضلة، هذه كرات المحببة، هذه كرات المقربة. نعم بمقاصية مرت بمحاذاة القائم الأيسر، خطيرة جدا، خطيرة. الله 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 على مقاصية، على طبق من ذهب. نعم التكنيك عالي جدا، نعم والدقة لم تكن مثالية. نعم الدقة لم تكن مثالية، وجماهير دهوك مثالية. جماهير دهوك تتفاعل أكثر وأكثر، جماهير دهوك من هناك تتفاعل من جديد أكثر وأكثر على كل محاولة، على كل محاولة ووصول ورغبة ومحاولة وخطورة تسجل من جانب نادي دهوك على مرمى نادي ديالا. عودة إلى الأمام، نقلة على جهة اليسار، محاولة المرور
والعرضية، ومن هناك المحاولة حتى الآن عملية التمرير والنقل المتواصل جانبي لاعب أحمد علي قادم رسول. من جديد التمرير تصل من دفاعات فريق نادي هوك طريق اللاعب محمود مشعان إلى خارج أرضية الملعب لمصلحة سيابند عقيد. سيابند عقيد على الجهة اليمنى، محاولة عرضية من هنا خطيرة جدا، خطيرة على اليسار على عباس على والتمرير، طالت الكرة وتحولت لرمية جانبية أرادها ركنية. أرادها ركنية ولكنها مرت وعادت في وسط الميدان من جديد لعناصر فريق نادي هوك. التحضير بالراس، وصلت السقوط ولكنها نعم من هناك سقوط مزدوج للاعبي الفريقين في هذه اللحظات. عرضية محاولة ولكنها وصلت وطالت وابتعدت وعادت لنادي ديالا إلى خارج السيطرة الصفراء. وصار نادي هوك صغار وكبار يهتفون يؤازرون يشجعون يتواجدون في هذه الموقعة وفي كل موقع يتواجدون ويحضرون هنا في موقع يفتش من خلالها نادي هوك عن تحقيق الانتصار. تسع انتصارات لنادي هوك على حساب نادي ديالا، سجل من خلالها 25 هدف. انتصار واحد لنادي ديالا سجل من خلالها 6 أهداف فقط. تفوق كبير لنادي هوك. أكثر نتيجة تكررت نتيجة 2-1 حدثت 3 مرات، مرتين لهوك ومرة لديالا. نتيجة 1-0 حدثت مرة واحدة لهوك، تعادل سلبي مرتين، 2-0 مرة واحدة حدثت لدهوك. علي خالد يسعد للمشاركة من هناك، هارون أحمد والمطالبة من هناك باستئناف اللعب. حكم اللقاء من هناك يستأنف يوسف سعيد، ما سيغادر بديلا للاعب علي خالد. سنتابع ونشاهد، سنعاين في هذه اللحظات عودة إلى الأمام، استعادة لفريق نادي هوك، انطلاقة وفي وسط الملعب محاولة الوصول ولكن عادت. وفي هذه اللحظات كرة على اليسار، محاولة متابعة خطيرة، تسديد، الله 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 الله، ولكن هناك وسام محمد وهناك ديالا يتصدى أمام السينيغالي بوريس سامبو. الله على التمريرة، الله على الوصول، الله على المحاولة والتصويب. أي تصدي انبرى لها، نعم تصدى وغلق المساحة أمام بوريس سامبو. يشكو من إصابة في هذه اللحظات بوريس سامبو السينيغالي بعد الصدام مع اللاعب مصطفى مويد. هذه الكرة الخطيرة، أخطر الكرات، أبرز المحاولات، وكان بطلها الحارس وسام محمد. يتصدى يتألق، أي تصدي في الكرة الماضية، أي تمريرة واختراق لدفاعات نادي ديالا التي تعاني أمام هذا المد الأصفر الهجومي العاتي الباحث عن الهدف الأول. نعم يغادر لاعب أيمن محمود، هو من يغادر، هو من يترك مكان اللاعب علي خالد. أيضا هناك تغيير آخر، شارك اللاعب منتظر عبد السادة أيضا الوافد الجديد صفوف الفريق. رفقة عمار داخل الثنائي القادم من فريق نادي القاسم الذي يعاني ويمر بظروف صعبة جدا. إن كل التوفيق
فريق نادي القاسم وإن شاء الله الاستفاقة والعودة لممثل محافظة بابل. عودة للأمام، عملية الاستلام، محاولة المرور، العبور والسقوط من هناك، والتدخل من جانب اللاعب على مهاوي. يتحصل على البطاقة الصفراء، يتحصل على مهاوي على البطاقة الصفراء في هذه اللحظات. بطاقة صفراء لعلاء في هذه الدقائق. عودة من جديد، هذه الكرة الماضية، تدخل وإيقاف متعمد للهجمة الماضية. عودة من جديد على اليسار، محاولة للوصول، محاولة للمرور، محاولة لمصلحة فريق نادي دهوك عن طريق صديق جمال. عودة في وسط الملعب، انقطعت وعادت على جهة اليمنى انطلاقة سريعة 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 لفريق نادي ديالا، لكن استعادة من هناك. يونس أمباري الغاني يشارك. عودة للأمام، هارون أحمد، هارون والتمرير، طالت الكرة وعادت والتسديدة. يا الله يا الله على التصويبة القوية من جانب اللاعب بولي سامو. هذا هو الخطير حتى الآن، هذا هو الخطير والأقرب للتسجيل حتى الآن. في إحصائيات شاهدنا، في إحصائيات نعم في هناك شاهدناها وتابعناها، وأيضا من هنا جماهير ديالا، جماهير البرتقالي الحاضرة في مدرجات ملعب اللقاء التي تتحدى الطقس البارد 5 درجات، درجة الحرارة 5 درجة مئوية، طقس بارد، مسافة بعيدة يتحدى من خلالها جمهور فريق نادي ديالا ويحضر ويتواجد هنا في هذه الموقعة. عودة للأمام من جانب اللاعب وسام محمد، وسام في وسط الميدان، عملية التمرير، المحاولة، الاستعادة من هناك، وفي وسط الميدان عادت وصلت لنادي ديالا، استعادة لنادي دهوك. عودة من جانب خادم رسول للسنغالي، التمرير، نقلة على الجهة اليمنى، التقدم إلى الأمام، المحاولة، الإرسال، التمرير، الطلعة الهجومية من هناك على الجهة اليمنى. المحاولة لا زالت بحوزة نادي دهوك، بحوزة الأصفر الخطير، التمرير، المحاولة العرضية. عودة في وسط الميدان، عودة لا زالت قائمة حتى الآن. عودة لنادي دهوك، تمرير، الله الله على المرور، على العبور، ولكن عرقلة حاضرة واستعادة واصلة لمصلحة عناصر نادي دهوك. عودة على الجهة اليمنى، نقل على الجهة اليمين، لا زالت قائمة حتى الآن. عودة للأصفر، عودة لصقور الجبال، عودة للأمام من جديد. هارون دوران، هارون والمرور، هارون والعبور، هارون في وسط الميدان، عودة والتمرير، طالت الكرة وعادت ومن هناك إلى خارج أرضية الملعب، تحولت بعد ذلك إلى ضربة مرمى لمصلحة نادي ديالا الذي يواجه هذا الخطر. هذا نعم المهاجم السنغالي مولي سامبو. نادي ديالا أداء مميز يقدم الفريق، أداء رائع يقدم الفريق في هذا الموسم. الظهور الموسم الماضي وإنهاء الموسم لم يكن مثاليا ولم يسعد الجماهير، لكنه ضمن البقاء. هذا ما يفضل الجمهور، نعم ضمن البقاء والتواجد. عودة تبعد بالراس بالمركز السابع عشر ب41 نقطة. من هناك تسديدة عند حارس المرمى وسام محمد، وصلت سهلة في هذه اللحظات، سهلة عند وسام. بيتر كوركيس يحاول، بيتر يصوب، بيتر يرسل بالصواريخ والمحاولات. بيتر ثنائية في مرمى نوروز، في ملعب نوروز في الجولة الخامسة. بعدها عاد يسجل في مرمى نفط ليسان في الجولة السابعة. بعدها ثنائية في مرمى القوة الجوية
وهدف في مرمى أمانة بغداد. ومن هناك الجماهير تتغنى باسم اللاعب بيتر جورجيس على ما يقدم من أداء مميز في هذا الموسم، وأيضا في الموسم الماضي قدم أداء رائعا، أداء مميزا ساهم من خلاله بحصد بطولة الكأس وبطولة دوري أبطال الخليج على حساب القادسية الكويت. عودة إلى الأمام على اليسار، انطلاقة، محاولة لديالا، تسديد، الله الله الله، خطيرة جدا من نادي ديالا. نعم، من هناك تباغت الجميع وتخدع الجميع بانطلاقة على جهة اليسار، والمرور والعبور والتصويب والتصدي والتألق كان عن طريق الحارس، عن طريق المميز إنه الحارس علي ياسين. مميز قدم الحارس علي ياسين، وجعل فريق إدارة نادي دهوك يقوم بانتداب هذا اللعب وصفوفها. الحارس الذي توج مع الزوراء بكأس السوبر 2021. عودة إلى الأمام، وصلت وعادت، وعلى الجهة اليمنى لعناصر فريق نادي دهوك، عرضية، محاولة راسية، ولكن عند حارس المرمى، عند حارس المرمى. من هناك وسام محمد، عادت الأمور إلى نصابها. الظهور رقم 16 لنادي ديالا في دور النجوم. الظهور الأول كان موسم 76، هو الموسم والعام الذي تأسس فيه فريق نادي دهوك. في أول ظهور لنادي ديالا هبط رفقة الميناء، ثم عاد موسم 92-93 ثاني مشاركة، وبقي حتى موسم 2000 أو حتى موسم 95 مشاركة. في هذه اللحظات هي الأولى للمحترف والقادم الجديد، نعم اللاعب إبراهيم تانديع المالي. من هناك يشارك المالي، يشارك في أول مبارياته مع فريق نادي ديال ضمن الانتدابات التي قام بها الفريق في هذا الموسم. إضافات إبراهيم تانديع من الرفاع البحريني، اللاعب بيتروس بومال الكاميروني القادم من العروبة الإماراتي، وأيضا اللاعب بركات الحميدي لاعب تونسي القادم من عزام يونايتد التنزاني. عودة في وسط الملعب، عملية التمرير، طالت الكرة وتحولت إلى خارج أرضية الميدان، والتعادل السلبي لا زال يغيم على أحداث هذه المباراة. التعادل السلبي لنادي دهوك كان في الجولة السادسة أمام نادي النفط هنا في هذا الملعب، هو التعادل السلبي الوحيد، لكن هو ثاني تعادل، تعادل مع نفط ميسان في ملعب ميسان. هدف بيتر جورجيس ومنتظر محمد. عودة على الجهة اليمين، نقلة لنادي دهوك، تمريرة، نقلة إلى الأمام، محاولة العرضية، التسديد، الله، ولكن وسام محمد يظهر ويتصدى من جديد، يظهر ويتألق من جديد. الله الله على التصدي، نعم، والتألق من جانب هذا الحارس أيضا بردة فعل، وأيضا تمرير. دفاعات نادي ديالا تعاني أمام هذا المد، أمام هذا الهجوم، الهجوم نعم الشرس والقوي والمتمدد. عودة من هناك، الاحتفالات مع التفاؤلات المستمرة. فريق نادي دهوك حتى لا يفتش عن الانتصار، يفتش عن العبور. عودة إلى الأمام، نقلة في وسط الملعب، عودة لمصلحة نادي ديالا، لديالا مجددا، العودة من جديد. هارون أحمد
هارون والدوران، هارون والتفتيش، هارون إلى الأمام، هارون يمرر، يسلم، يستلم، عودة على اليسار والتمرير، ولكن سهلة وصلت عند حارس المرمى وسام بطل هذه المباراة حتى الآن، بالتألق، بالتصدي، بالصمود والحفاظ والمرابطة هنا بين الخشبات الثلاث. عودة من هناك، كرة طالت، عملية الاستعادة من جانب نادي هوك، نقلة وتمرير، عملية الاستلام من جانب تانيديا، الاستلام والنقلة من جانب علي رحيم، محاولة مرور، عودة لمصلحة عناصر فريق نادي ديال عن طريق محمد محسن، نقلة على يسار لعمار داخل، كولينز يحاول تسديده ولكن عند حارس المرمى تستقر الكرة عند الحارس. من هناك لعلي ياسين، علي ياسين عودة للأمام، وصلت في وسط الميدان، عودة من جديد، عودة على الجهة اليسار لنادي ديالا، عملية الاستلام، نقلة، الله على النقلة الجميلة من جانب اللاعب عمار داخل، أيضا كما ذكرنا بأنه من الإضافات جديدة لصفوف فريق نادي ديالا. لاعب عمار داخل يمثل قاسم أفضل وأحسن تمثيل. عودة إلى الخلف لحارس المرمى علي ياسين، علي ياسين والتمرير، خادم رسول، عملية الاستلام، تقدم إلى الأمام للاعب أحمد علي، أحمد علي والتمرير باتجاه هارون أحمد، هارون إلى الأمام، هارون يبحث، هارون الخطير والسريع والمهاري وأبو الحلول، أبو الحلول إلى الأمام، الكرة ولكن عند وسام أيضا تستقر عند الحارس وسام. غياب فريق نادي ديالا نعم منذ موسم 2011 وحتى موسم 2024، ثم عاد ليشارك في موسم 2025 المشاركة رقم 16، وهذه المشاركة رقم 17. عودة في وسط الملعب، محاولة وتمرير، نقلة لمصلحة نادي هوك، استعادة السقوط في وقت غير مناسب، عودة للأمام، محاولة للمرور عن طريق كلوريز إوفاري يحاول ولكن صافرة، حالة تسلل. لاعب كولينز أوباري القادم من نادي النجمة، مثل الزوراء، مثل النجم اللبناني، كرة تسديد ولكن عند حارس المرمى. 3 حالات تسلل على فريق نادي هوك وحالتين على فريق نادي ديال. من جديد العودة في وسط الملعب، عودة للأمام لنادي هوك، نقلات مستمرة، عودة بالكعب رائعة، محاولة الاستلام، محاولة الحفاظ، عودة واستعادة من عناصر فريق نادي هوك للدفاعات الأصفر. أكبر انتصار حقق لنادي هوك كان 4-1، نتيجة 4-0 ونتيجة 3-1 مرتين تكررت لصالح فريق نادي هوك. 4-1 في موسم 2009-2010 والموسم الاستثنائي والخالد في مسيرة نادي هوك. عرضية من هناك تصل عند حارس المرمى وسام محمد. حتى الآن الأمور لا تطمئن جماهير نادي ديالا. هناك أيضا لاعب على عباس الوافد، أول الأسماء التي شاركت بديلا للاعب يوسف بن سودا. لاعب على عباس مسيرة حافلة، رفقة الأندية الجماهيرية، رفقة النجف والجوية الزوراء، نفط الوسط،
نفط الوسط كانت الانطلاق، أيضا نفط البصر احترافي من ملاعب قطر من بوابة قطر القطري، احتراف من بوابة الكويت الكويتي. كانت لديه أيضا محطة قصيرة في الملاعب البرتغالية رفقة نادي فيسنتي البرتغال. تتويج ببطولة كأس الخليج، خليج 25 في البصرة في عام 2023 في يناير. كرة تحولت وإلى خارج أرضية الميدان، عودة من جديد على الجهة اليمنى، محاولة الوصول، المحاولة العرضية ولكنها طالت وتحولت، مرت إلى خارج أرضية الملعب، بعد ذلك إلى ضربة مرمى، ضربة ركنية. صافرات الاستهجان والمطالبة وعدم الرضا وأيضا التفاعل والمشاعر ومشجعين الفريق، تشجيع، عملية التشجيع المستمرة حتى الآن يؤازرون يشجعون. عرضية من هناك ترسل، عمليات الاستلام، التمرير، لا زالت قائمة، هارون والعرضية، الله 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 على كرة خطيرة جدا على مرمى وسام، خطيرة جدا كانت على مرمى نادي ديالا. 20 دقيقة متبقي، 20 دقيقة متبقي حتى الآن، تعادل السلبي يغيم على أحداث هذا اللقاء. عودة من هناك، تابع من جانب خادم رسول بنقلة وعملية التمرير، انطلاقة سريعة على اليسار، استعداد لفريق النادي هوك إجراء تغييرين بدفعة واحدة. نقلات في المناطق الدفاعية لنادي ديالا، ومن هناك السيطرة رائعة، وهذا ما لاحظناه منذ بداية اللقاء. نتحدث بأن فريق نادي ديالا مميز بكيفية التخلص من الضغط والخروج بالكرة بأمثل طريقة. لاعب يوسف الإمام، لاعب أندريا السناطي، يدفع به الثنائي من هناك، يغادر بوليسامبو ومن هناك يغادر أيضا رفقة اللاعب صديق جمال. ثالث تغييرات المدرب عبد الغني شهد. عودة للأمام، نقلة على الجهة اليسرى، محاولة للمرور ولكن متابعة حاضرة من جانب الدفاع وإلى خارج أرضية الملعب. الموسم الماضي قبل الجولة 13 فريق نادي دوك كان يحتل المركز التاسع، تقريبا مقاربة هي الأرقام، 18 نقطة، 5 انتصارات، 3 تعادلات، 4 هزائم، سجل 15 واستقبل 12. لما نادي ديالا 19 بالمركز 19 لم يحقق الانتصار قبل الجولة 13، 4 تعادلات، 8 هزائم، سجل 8 واستقبل 23. مقارنة نعم كبيرة وفارق كبير بين أداء فريق ديالا بين الموسمين، بين الموسم الماضي والموسم الحالي قبل الجولة 13. في الجولة 13 الموسم الماضي نادي ديالا خسر أيضا أمام نادي نوروز 2-1، وهي الهزيمة التاسعة. عودة من هناك، محاولة صافرة وخطأ لنادي ديالا، في حين نادي دهوك واجه فريق نادي كربلاء وتمكن فريق نادي دهوك من تحقيق الانتصار بهدفين مقابل هدف وحيد. بالنسبة لدهوك الأرقام مقاربة والإحصائيات متقاربة أيضا، بينما نادي ديالا فرق كبير جدا
عن أداء قبل المركز أو قبل الجولة 13 في هذا الموسم، في الموسم الماضي قبل الجولة 13. هوك أنهى الموسم الماضي المركز السابع، وصب التركيز على بطولة الكأس ودوري أبطال الخليج وحصدهما. تمريرة إلى الأمام وصلت لنادي هوك 57 نقطة، 16 انتصار، 9 تعادلات، 13 هزيمة، سجل 46 واستقبل 42. عودة في وسط الميدان، تقدم إلى الأمام لنادي هوك، حاول نقل عملية الاستلام وإلى خارج أرضية الملعب، حولت إلى خارج أرضية الملعب. ربع ساعة أخيرة على نهاية الوقت الأصلي. تعادل حتى الآن، محاولة خطيرة. الله على المرور والعبور والتصويب. نعم، في لحظات كنا وأردت أن أتحدث بها عن أرقام نادي هوك في آخر ربع ساعة، في آخر ربع ساعة. نعم، يفعل العجائب في الربع ساعة الأخيرة، قدم أفضل العروض في آخر ربع ساعة، وكان قريبا من التصديق على هذه الأرقام، وكان قريبا من التعزيز بأدائه في هذه الأرقام. بينما جماهير فريق نادي هوك حتى الآن نعم تؤازر، تدعم بجنون في مدرجات ملعب اللقاء. 15 تسويبة لنادي هوك مقابل تسويبتين لنادي ديالا. عودة على الجهة اليمنى، محاولة المرور، العبور، تأتي النقلات، عودة في وسط الملعب نادي هوك، عودة من جديد، نقلة على الجهة اليمنى، محاولة الوصول والعبور. نقلة في وسط الميدان من جديد، عودة على الجهة اليسرى، محاولة لدهوك، نقلات يوسف الإمام، يوسف يحاول استعادة من جانب كولينز. أوباري إلى الأمام، أوباري ينطلق، أوباري من هناك، وفي وسط الملعب عملية الاستعادة، السقوط والخطأ لفريق نادي ديالا. يوسف الإمام والتدخل بالكرة الماضية، وحاولة افتكاك الكرة من جانب يوسف لاعب المنتخب الأولمبي. والعودة من جديد، قادم من فريق نادي أولمبيك أصفي أو أولمبيك السويدي، مثل نادي مالمو السويدي توج ببطولة الكأس في الموسم الماضي مع فريق نادي هوك. تصويبة لخارج أرضية الملعب، حولت إلى ضربة مرمى. أطول سلسلة انتصارات لنادي هوك على ديالا هي سلسلة تحقيق الانتصارات ست انتصارات على التوالي، الموسم 99-2000 وحتى موسم 2009-2010 ب6 مباريات عرضية. ترسل الكرة، تبعد من جانب الدفاع، عملية الاستعادة والتمريرات السريعة، وإلى الأمام يحاولون، ولكن دفاعات ديالا الصامتة، مرابطون، والعودة من هناك على الجهة اليسرى. محاولة تقدم لنادي ديالا، بحث وتفتيش عن الهدف، بحث وتفتيش عن تدوين هدف المباراة الأول. عودة إلى الأمام، محاولة، نقلات مستمرة إلى الأمام، يحاولون، يقتربون. محمد يحاول، محمد حتى الآن لمصلحة عناصر فريق نادي ديالا. محمد محسن في النهاية رمية جانبية
بيتر جورجيس الخطير والساحر والمميز بأدائه الرائع والإنهاء الرائع الذي يتميز به هذا اللاعب. رمية جانبية تلعب، استعادة من جانب هارون. برناردو إلى الأمام، برناردو عودة من جديد، محاولة إلى الأمام، محاولة تسديدة خطيرة. الله، الغاني يحاول يصوب يسدد، ولكن هناك علي ياسين يتصدى، لعلها أخطر كرات فريق نادي ديالا في هذه المباراة. نعم في هذه المباراة، من مرور من تصويب وتصدي اقتنصها، تألق بإبعادها الحارس علي ياسين. علي ياسين أضم الركنية الثانية لفريق نادي ديالا، الثانية لديالا، يحاول يفكر ترسل خطيرة تبعد بالراس، أبعدت بالراس وعادت من جديد، عادت من جديد، نقلت على اليمين، العرضية، المتابعة، ولا زالت قائمة حتى الآن. عودة لمصلحة نادي دهوك، لدهوك من جديد، والتشتيت والإبعاد والتمرير، عودة في وسط الملعب. على اليمين لدفاعات دهوك، وعلى اليسار لهجوم فريق نادي ديالا. عودة للأمام، لا زالت عملية الاستعادة والسيطرة. مباراة نادي ديالا ستكون أمام الغراف يوم الخميس القادم في ملعب ديالا في تمام الساعة 3 لحساب الجولة 14، بينما نادي دهوك سيواجه زاخو الجمعة القادمة بديربي شمالي كبير وقمة مرتقبة لاستاد زاخو للجولة 14. واجهتي الموسم الماضي، انتصار لدهوك وانتصار لديالا في اللقاء الأول بسبب الجولة 10 وفي 8 من ديسمبر من عام 24. انتصر دهوك 3-1، سجل باشانق عبد الله هدفين وبيتر جورجيس هدف، وسجل بنيامين أوكور الهدف الوحيد لنادي ديالا. المباراة التي شهدت حضور 4 ركلات جزاء، ثلاث ضربات جزاء شهدت المباراة التي جمعت الفريقين في المرحلة الأولى خطيرة. الله، لا زالت، ولكن الدفاع يتصدى، الدفاع يبعدها من هناك، وأيضا وسام محمد يتألق، واصل تقديم أداء رائع جدا. نعم المباراة الأولى التي جمعت الفريقين في المرحلة الأولى شهدت 3 ضربات جزاء، ضيع اثنتي جزاء لفريق نادي دهوك، ضيعها أهدرها بيتر جورجيس ويانيك زاكي، وضربة واحدة لبنيامين أوكور لديالا سجلها بنجاح. في المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين تحصل نادي ديالا على ركلة جزاء سجلها أيمن صفاقسي بنجاح. في آخر مواجهتين 4 ركلات جزاء، ركلتين لكل فريق، لكن ركلتا فريق نادي دهوك ضاعت وأهدرت. هذه محاولة كولينز وباري، هذه تصويبات الغاني الخطير، الغاني الذي يصوب يهدد يحاول كولينز أوباري. هذا من نادي النجمة اللبناني، أيضا مثل نادي الزهراء في فترة من الفترات. عودة من جديد، نقلة في وسط الميدان لعناصر نادي دهوك من جديد، دهوك والتغيير في أقصى اليسار، عملية الاستلام والكنترول من جانب يوسف الإمام، والتمرير إلى الأمام، محاولة متابعة من جانب الدفاع، عودة في وسط الملعب
من جديد الهجمات متواصلة، المحاولات مستمرة، الرغبة قائمة من جانب فريقي دوك وديالا. ومن هناك العرضية لإبعاد بالراس، الإبعاد بالراس، عودة لا زالت قائمة، عودة على الجهة اليسرى من جانب عناصر فريق نادي دوك، يحاولون يقتحمون لدفاعات نادي ديالا. نعم يريدون الاقتحام والوصول أيضا، ولكن حتى الآن الدفاعات البيضاء ترابط. نعم، ومن هناك تدافع وتصمد أمام هجوم فريق نادي دوك. عبد الغني شهد يتابع، ينظر عملية الإسقاط والاستئناف يأتي في هذه اللحظات. دوك تأخر من نتيجة 6 مرات هذا الموسم، مرة واحدة عاد وتعادل، و5 مرات عجز عن العودة وخسر. بينما نادي ديالا تأخر بالنتيجة 6 مرات، مرتين عاد وحقق الفوز، مرتين تعرض للهزيمة ومرتين تعادل. عودة على جهته اليمنى بعرضية جاءت، بعرضية وصلت، بعرضية ولكن توبعت من جانب الدفاع. عودة إلى الأمام، النقلة على جهة اليمين، محاولة المرور والعبور والكرة إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية لعلاء، علاء مهاوي في هذه اللحظات، علاء على جهة اليمنى، محاولة للوصول ولكن كرة وصلت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية. هذا هو يوسف الإمام. يوسف الإمام أيضا من الأسماء التي ضيفت لفريق نادي دوك في الموسم الماضي. محاولة عن فريق نادي دوك من أبرز صفقة واتفاق على لاعب خالد كردغلي السوري القادم من نادي حمص الفداء السوري. عودة في وسط الميدان، عمليات التمرير، نقل على الجهة اليمنى، محاولة الوصول، الانطلاق، المحاولة العرضية الخطيرة جدا، الخطيرة جدا، ولكن ينقذ الموقف على مهاوي، يتدخل يبعدها إلى خارج أرضية الملعب. هذه الكرة الماضية والضربة الركنية لعناصر نادي دوك، توصل كرة عالية تبعد من جانب الدفاع وإلى خارج أرضية الملعب، تحولت بعد ذلك إلى رمية جانبية. رمية جانبية لمصلحة نادي دوك. كرة على الجهة اليسار، هارون، تمرير في وسط الملعب لمنتظر، والنقلة لخادم رسول، لمنتظر محمد من جديد، منتظر محمد إلى الأمام تلعب، محاولة لا زالت قائمة لعناصر فريق نادي دوك، انطلاقة سريعة، كونتر اتاك، استعادة رائعة، استعادة رائعة من جانب اللاعب خادم رسول، لاعب السنغال قادم قوة فريق نادي يوتي أراد الروماني. مثل أندية ألانيا سبور، مانديك سبور التركية. يوسف الإمام، والعودة من هناك لوسام محمد، وسام يرسلها عالية في وسط الميدان، متابعة وعملية الاستلام، النقلة على الجهة اليمنى، محاولة التقدم، المحاولة والعرضية لا زالت قائمة على اليسار ولكن اصطدمت وعادت، لا زالت قائمة حتى الآن المحاولة العرضية، التمرير
ولكن من هناك متابعة حاضرة من جانب الدفاع وإلى خارج أرضية الملعب. إصابة للاعب، ألف سلامة للاعب عبد المجيد سبارة. من إصابة مؤلمة أكيد. يتألم يشكو من آخر تعادل كان في 20 فبراير 2011 لموسم 2010-2011، والتعادل السلبي يالا كان مستضيف، وهو آخر تعادل حدث بين الفريقين. عبد المجيد يغادر، والبطاقة الصفراء للاعب منتظر عبد السادة. بطاقة صفراء لمنتظر عبد السادة في هذه اللحظات، تتحصل على البطاقة الصفراء. عبد المجيد يغادر، الوقت الأصلي ينقضي وينتهي، وبانتظار الوقت الإضافي الذي سيضاف كوقت محتسبا بدلا للضائع. 6 دقائق كوقت إضافي في هذه اللحظات. عودة واستئناف. الآن بدأت المباراة. هذه أصعب الأوقات، أصعب الدقائق، ولا ندري لعلها تختتم بانتصار أحد الفريقين وليس بالتعادل. عودة من جانب الدفاع في وسط الملعب، عودة من جديد الكرة لدفاعات فريق نادي دهوك في وسط الملعب. نقلات مستمرة، محاولات مستمرة، تدخل على الجهة اليمنى، نقلات، انطلاق، محاولة عرضية خطيرة رأسية، لا زالت قائمة من جانب اللاعب يوسف الإمام. يوسف يحاول، يوسف يمرر، يوسف من هناك على اليسار، من هناك عرضية ولكن الإبعاد يأتي من جانب الدفاع. عودة لا زالت قائمة حتى الآن في مصلحة عناصر فريق نادي دهوك. كرة من هناك وصلت، طالت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. عمار داخل، من هناك لاعب عمار داخل أيضا، إضافة قوية لصفوف فريق نادي ديالا. عودة في وسط الميدان لعناصر نادي دهوك. هارون أحمد على الجهة اليمنى، التقدم والمحاولة، العرضية تأتي، البحث المتواصل ولكنها طالت وعادت ووصلت على الجهة اليسار. المحاولة لا زالت قائمة، الدخول، العرضية، الرأسية، ولكنها طالت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. كانت خطيرة من علاء عباس في الكرة الماضية، ولكنها مرت علاء عباس بثاني مبارياته يحاول يضغط. عودة من جديد، كرة في وسط الملعب لعمار داخل. عمار والنقلة من جديد بنقلات مستمرة في وسط الميدان لعناصر نادي دهوك. تمريرة أمامية على الجهة اليمين، محاولة الاستلام، العرضية، ولكن يتدخل الدفاع وإلى خارج أرضية الملعب. يتدخل بتوقيت مناسب ثامر الصالحي. 3 أهداف لهذا اللاعب، يأتي ثانيا كهداف يوسفون فريق نادي ديالا بعد وقع رمضان صاحب 4 أهداف، وأيمن الصفاقسي أيضا صاحب 3 أهداف. ضربة ركنية ترسل عالية، محاولة تبعد من جانب الدفاع، طالت وتحولت إلى ضربة ركنية ثانية على التوالي، ولكن في الجهة المقابلة، في الجهة الثانية، في الجهة الأخرى يبحث ويواصل نادي دهوك عن هدف المباراة الأول
حتى الآن يواصلون الضغط، يواصلون البحث، يواصلون التفتيش عن الهدف الأول. هل سيصلون؟ هل سيسجلون؟ عودة من هناك إلى ضربة ركنية، يحاول لنادي دهوك، ترسل كرة عالية، محاولة بالراس، تبعد، لا زالت قائمة حتى الآن قائمة حتى الآن، ولكن تبعد من جانب الدفاع في وسط الميدان. تعود من جديد لعناصر فريق نادي دهوك على الجهة اليمنى. عملية النقل، عملية التمرير، عملية الوصول، العرضية، المتابعة، التشتيت الغائب، العودة من جديد لدفاعات نادي ديالا ولهجوم نادي دهوك من جديد. الحيازة المستمرة، البحث المتواصل، منتظر والتمرير على اليسار. نعم، هو الوقت المفضل، هو الوقت الرائع والمحبب والمقرب للاعبي فريق نادي دهوك. يسجلون بوقت قاتل، كما ذكرت بأن المباراة بعد الوقت الإضافي بدأت، بعد ال6 دقائق الإضافية انطلقت، لأنها الأوقات المحببة والمميزة لفريق نادي دهوك. هدف قاتل، هدف رائع، هدف مميز يسجل من خلال فريق نادي دهوك في هذه اللحظات. الله الله على هدف، نعم 5 أهداف في آخر نصف ساعة سجل هذا الموسم نادي دهوك. هذا الهدف السادس، نعم أكثر عدد من الأهداف سجلها في آخر آخر نصف ساعة من المباراة، وسجل ودون. الله 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 على كرة رائعة وتمريرة من منتظر كانت مميزة مثالية. منتظر محمد البديل يسجل أو يصنع من هناك، وبلمسة مميزة يضعها ويسجل أندريه الصناطي أول أهداف هذا الموسم، بينما منتظر محمد يصنع ثاني أهداف يصنعها في هذا الموسم. إذا المشاهدين الكرام، مشاهدين ومتابعين في كل مكان، يحلق عاليا فريق نادي دهوك في آخر دقيقة يحلق عاليا في ميدانه، يقفز إلى المركز التاسع. يتجمد رصيد نادي ديالا عند المركز الثامن، وبانتظار التغييرات التي ستطرأ على المباريات. نعم، انتهت مباراة القوة الجوية والشرطة، تعادل 1-1. ديربي المثير في ملعب ديالا انتهى بالتعادل 1-1. غدا 5 مباريات. أمارة بغداد يستضيف الكرخ، نفط ميسان يستضيف زاخو، القاسم يستضيف نوروز، والموصل يستضيف القرمة، النجف يستضيف الغراف. وبعد غد يوم الاثنين يختتم الأسبوع 13 بمواجهتين، النفط يستضيف الكهرباء، والطلبة في آخر المباريات يستضيف نادي الميناء. الجولة 14 ستنطلق في يوم الخميس القادم إن شاء الله بإجراء 5 مباريات في كل يوم، وفي يوم الجمعة 5 مباريات. عودة من جديد في وسط الملعب لصالح نادي ديالا. صمد 95 دقيقة حتى آخر دقيقة يأتي أندريه ويدون ويسجل هدف الانتصار والنقاط الثمينة، هدف الانتصار والنقاط الثلاث. نعم، من هناك مشاهدينا الكرام، وعند علي ياسين تستقر الكرة وتستقر أمور فريق نادي دهوك. تألق وتصدى وأبدع في هذه المباراة الحارس علي ياسين، أيضا الحارس وسام محمد كان متألقا. هذه الفرحة الجنونة من سيامد عقيد. عودة على اليسار، عملية الاستلام. مشاهدينا الكرام والمتابعين، صافرة حكم المباراة يوسف سعيد تعلن عن نهاية هذا اللقاء بانتصار لنادي دهوك بهدف ثمين و1. نعم مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، على أمل اللقاء. موعد أخرى، دمتم بخير والسلام عليكم.